يا صباح النشاط، يا صباح الطاقة، يا صباح الحيوية وكل حاجة حلوة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش بقى تنوريني وتشرفيني كده باشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول، ونسمي الله ونبدأ بينا الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو ده. يلا بقى بصوا، زي ما انتم شايفين كده صحيت الساعة 6 الصبح بالدقيقة. يعني بصوا، عايزة اقول لكم فعلا الساعة البدرية منسية، والله فعلا حقيقة. يعني عملت حاجات كتير كتير اليوم ده. و انا عايزة اقول لكم انا صورت لكم فيديوهين على فكرة، يعني انا صورت فيديوهين في يوم واحد. هتشوفوا طبعا، كملوا معايا الفيديو ده عشان تشوفوه. هتشوفوا كمان ان شاء الله الفيديو اللي جاي برضو كان هو في نفس اليوم. اللهم صل على النبي. زي ما قلت لكم صحيت الصبح الساعة 6 بالدقيقة. انا اصلا في طبيعتي ما بحبش ما بحبش اشتغل الصبح، يعني خلاص انا متعودة على كده اصلا. فرجعت كده يعني، فكرت وراجعت نفسي، قلت لا، طب ما انا احاول كده اجرب اقوم الصبح ويعني اتنشط كده واقوم الصبح. اصلا الشغل الصبح بيبقى يعني حركة بقى غير بالليل. يعني انا اكتر ما بمسح وبنظف وبعمل الحاجات دي بعملها بالليل او المغرب. يعني انا بسجل لكم الفيديو دلوقتي المغرب، ببتدي بقى تنظيف في الوقت ده وانام. او مثلا هنتعشى وننام ونصحى الصبح الاقي الشقه نظيفه وزي الفل. فقلت لا، انا يعني هحاول بقى امشي زي ما الناس ماشيه. ما هو كده انا يعني مش صح والناس غلط. كل الناس بتعمل الشغل ده الصبح، انا اللي بعمله بالليل، فاكيد انا اللي غلط يعني. آه، وطبعا لو حد زي كده اكيد غلط، يعني لان الشغل اصلا الصبح بيبقى طاقه بقى وحيويه وبيديكي باور كده، وخصوصا بقى لما تشربي فنجان قهوه يديكي الباور التمام. يعني تلاقي نفسك كده بصي هتهدي الشقه وهتبنيها من اول وجديد. كنست كده زي ما انتم شايفين، ما شدتش الركنه. هي المقشه اللي معايا دي بتدخل تحت الركنه وتحت كل حاجه، يعني فاهمين. يعني زي ما انتم شايفين المقشه دي رفيعه، بس هي باظت، والله هي باظت خالص، لان انا بمسح بيها وبكنس بيها وكده. انا عندي واحده تانية بس من اللي هي التخينه دي، فما بتدخلش بقى تحت اي حاجه خالص. فدي بقى جميله بقى. ساعات بغسل بيها اسمه ايه الباب بتاع البلكونه بشويه ميه كده، وبغسل بيها الباب برضو بتبقى حلوه وكده. وبغسل بيها الشبابيك. بصوا احسن حاجه فيها ان هي خفيفه، يعني مش اللي هي آه... التانية تقيله كده، بحس ان انا بشيلها هي تقيله، انا حاساها تقيله في ايدي. جبت بقى شويه ميه صغيرين. انا من الشخصيات اللي ما بحبش اشيل الجردل، يعني اللي هو لسه راح اجيب الجردل، لا. جبت كوبايه كده فيها شويه كلور وشويه اوكسي وشويه ملح. اهم حاجه الملح عشان الطاقه السلبيه، ملح خشن بقى. او لو عندك ملح، انا بصوا انا جايبه ملح كده، ملح خشن للمسح، بس ان انا امسح بيه بس. يعني مش بناكله، لا انا مخصصه للمسح بس. بحط شويه صغيرين كده في الميه وبدوبهم كده وبس، مع شويه كلور بقى. وزي ما قلت لكم شويه كلور وشويه اوكسي وشويه داوني. وايه تاني؟ حطيت حاجات كتير قوي في الميه دي، انتوا شايفين عامله ازاي. رحت والله فصلت الكاميرا و... ومسحت بقى، جبت شرشوبه تاني وحاولت كده ان اشيل الرغاوي، لان الرغاوي كانت كتير قوي قوي. فما كنتش عارفه اسيطر يعني. بس بعد ما خلصت كده اهو كنت خلاص شلت الرغاوي وخلاص اهو. بس طبعا الشرشوبه بتدخل برضو تحت الركنه، ما شدتش والله، ما قدرتش بصراحه. وبعدين زي ما قلت لكم المقشه والشرشوبه تحت الركنه بيدخلوا في عادي، يعني اللي هو كل حاجه نظيفه تحتها نظيف. طبعا انا ما عملتش عند الصالون اللي بره عشان خاطر بصوا الشغل كان كتير عليا، لان انا عملت حاجات كتير قوي هتشوفوا معايا في الفيديو. طبخت وعملت ايه، عملت ممبار اليوم دوت، هتشوفوا معايا دلوقتي. عملت ممبار وعملت محشي ورق عنب ومحشي كرنب، وعملت ايه تاني، وعملت ملوخيه، وعملت ايه كمان. بس ما كانش عندي طماطم بصراحه عشان اعمل سلطه، بس كده.
عملت غدا جميل بصراحة، هتشوفوا معايا دلوقتي. بس انا بما ان الجو حر واليوم طويل، فانا اكيد مش هشتغل في الاكل من الصبح، وخصوصا ان جوزي بيرجع من الشغل الساعة 3. فانا اكيد مش هعمل الاكل بدري. يعني انا بدأت في الاكل كده الساعة 12، لان طبعا زي ما قلت لكم الجو حر، واكيد انا مش هعمل اكل بدري علشان خاطر الاكل هيبوظ. فانا مش هعمل الاكل طبعا اول ما اصحى من النوم. طبعا لا، انا قلت اظبط شقتي، مع العلم ان انا من يعني بحب خالص خالص يعني احط الاكل على النار وانضف الشقه، او اعمل اي حاجه انا عايزه اعملها، سواء غسلت مسحت كنست، اي حاجه انا عايزه اعملها بعملها. بس بحب احط اكلي على النار وهدي النار كده علشان الاكل يبقى طعمه حلو. الاكل لما بتهدي على النار بيبقى طعمه حلو، لكن لما بتعلي عليه، كل ما النار بتبقى عالية على الأكل، كل ما هتقعدي بقى تحطي في مية، تزودي في مية، ما هي المية بتتبخر، فطبيعي انك هتحطي مية علشان الأكل هيتحرق. ما انتي لو ما زودتيش مية الأكل هيتحرق، فكل شوية بقى تزودي مية. الأكل بيبقى طعمه مش حلو. لكن لما تحطي مثلا، يعني مثلا هديكي مثلا، لو انتي بتسلقي لحمة و ومثلا انت حطيتي حله ميه على النار وحطيتي اللحمه فيها وخلاص، وغلت شويه، وبعد كده هديتي النار كده خالص، اللحمه تستوي وما تحطيش ولا نقطه ميه، يعني ما تزوديش اللحمه ميه خالص. هتلاقي الشوربه طعمها جميل والاكل طعمه جميل. بصوا هتلاقي الاكل ليه طعم تاني. لكن لو عليتي النار الميه هتتبخر وهت وهتضطري كل شويه تزودي في ميه، كل شويه تزودي في ميه، فهتلاقي الشوربه طعمها مش حلو. بس فالتركايه بسيطه كده بتخلي الاكل فعلا طعمه حلو، وبتفرق. يعني فرق كبير ما بين انك تسوي اكل على نار هاديه وما بين انك تسوي اكل على نار عاليه. بس فطبعا انا بحب زي ما قلت لكم احط الاكل على النار، بس بما ان الجو حر واحنا في الصيف والاكل هيبوظ، فقلت لا، هشوف بقى اللي ورايا، خلص كل حاجه كده ورايا، وبعد كده اخش على المطبخ. وانا كمان ما بحبش والله اخش المطبخ يعني الظهر، بس لانه بيبقى حر، بس عشان خاطر مش هينفع ابدا بدري. بس كده. وطبعا مسحت الحمام، وعملت ايه كمان، وعملت بقى شوية قرص تحفة تحفة تحفة، هتشوفوهم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. انا حبيت اعمل افصل الفيديوهات. يعني انا صورت فيديوهين، كنت عايزة احط الفيديوهين مع بعض، بس لقيت الفيديو هيطول مني خالص، يعني تقريبا داخل في حاجة و40 دقيقة، فكتير. فانا قلت لا، هفصل الفيديوهين، يعني هخليهم فيديوهين بقى. دخلت هنا كان عندي غسيل، ما كانش عندي مسحوق اوتوماتيك، بس كان عندي مسحوق يعني للغسالات العادية. فقلت هغسل بقى شوية هنا. طبعا هي المية نظيفة، بس مش عارفة هي لونها عامل كده ليه. انا كنت بس غسلت فيها الفوط بس، ما غسلتش اي حاجة فيها. انا اكيد الفوط نظيفة يعني، بس مش عارفة المية عاملة كده ليه في التصوير. بس هو المية ما كانتش يعني مش بالدرجة اللي انا شايفاها في التصوير معاكم. يعني انا كمان شايفة ان هي لونها غامق قوي، بس هي ما كانتش كده، كانت فاتحة شوية بس. اللهم صل على النبي. اهو ادي الفوط اللي انا كنت غسلتها في المية اللي انتوا شايفينها. انا مش عارفة الفوط فيها ايه يعني، بس هي الفوط نظيفة يعني، بس مش عارفة. ما علينا. المية زي ما بقول لكم كانت حلوة. بس وانا ما غسلتش كتير اصلا، يعني انا كان عندي غسيل كتير بس ما غسلتش كتير. لان المنشر مش هياخد. انتوا عارفين المنشر اخره يعني حاجات بسيطة يعني. هتقولوا لي ما بتنشريش في البلكونات ليه؟ هقول لكم لاسباب ما يعني. بس فبنشر في المنشر. بس كده. خلاص بقى شطفت الفوط. انا بشطف على الحوض بقى، يعني انا لسه هامله البانيو ميه، والموضوع مش مستاهل لان الهدوم ما كانتش هو هدوم كتير، بس بما ان المنشر مش هياخد، فانا غسلت على قد المنشر. فقلت الموضوع مش مستاهل ان املى البانيو كده، يعني عشان خاطر اشطف الغسيل. بس خدت بقى الفوط ورحت انشرها، وبعد كده هرجع اجيب الدور اللي انا حطيته تاني. بس كده. طبعا الجو الصبح كان خطير خطير، بصوا خطير خطير. الشمس زي ما انتوا شايفين جايه بقى من ناحيه الشروق، شايفين جايه كده عليا، يعني زي ما انتوا شايفين. مش عارفه هي مش باينه هنا. بصوا الشمس جايه كده من ناحيه الزرع اللي انتوا شايفينه ده، جايه كده بقى. والبلكونه يعني كان نصها شمس كده.
عايزه اقول لكم الشمس بقى مع شويه هوا كده بيبقى تحفه. طبعا الجو ما كانش حر لان كان الصبح، انا كانت الساعه كام؟ كانت الساعه تقريبا 9 او 8:30. بصوا هو كان في الرينج ده كده. الجو كان جميل ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ادي بقى الفوط بتاعتي خلاص غسلتها. طبعا لو عندك هدوم بيضة، اي حاجة بيضة طبعا بتغسليها الاول. انا ما كانش عندي بياضات، فغسلت بقى الفوط. وده اكيد يعني بتغسلي اي حاجة بيضة، سواء بقى لعيالك لجوزك، اي حاجة بيضة عندك بتغسليها. واي حاجة بيبقى فيها ابيض برضو بغسلها في الاول، لان الابيض اللي بيبقى مثلا داخل معاه الوان، زي ما انتم شايفين التيشيرت اللي انا نشرته ده في ابيض في اسود، او ابيض في اسود. برضو غسلته مع الفوط. وادي التيشيرت اللي جنبه برضو ابيض في اسود، غسلته مع الفوط علشان خاطر الابيض اللي فيه لو غسلتيه مع الالوان الابيض بيغمق كده وبيبقى لونه مش حلو. بس دخلت هنا بقى، كان عندي حفلة مواعين ما شاء الله. بصوا المواعين دي رايحة جاية، اغسل شوية واروح اعمل حاجة، واغسل شوية واروح اعمل حاجة. انتوا فاهمين يعني؟ اغسل طبقين 3 كده وفاهمين، ومعلقتين 3 واروح اعمل حاجة تاني، واغسل واروح اعمل حاجة تاني، وهكذا لعند ما خليت الحوض خف شوية. يعني انا ما حبيتش ادخل عليكم بصدمة. يعني انتوا لو شفتوا المواعين كانت على الرخامة من ناحية اليمين والشمال، وطبعا الحوض كان مليان مواعين. اللهم صل على النبي، البوتاجاز كان عليه حلل بقى وحاجات كتير قوي. خفيت كل ده ورحت. كنت بعمل حاجات تانية طبعا. رحت كمان كنست السلم ومسحته. رحت كنست البلكونات. لا بصوا عشان مبقاش كتبه، كنست بلكونه واحده. مش عارفه انا اتكلمت بالجمع، بس هي بلكونه واحده اللي انا كنستها. البلكونه التانية اللي هي الكبيره ما كنستهاش بصراحه، لان انا عندي بلكونه فيها ظل وبلكونه فيها شمس. فالبلكونه اللي فيها شمس دي انا يعني ما بحبش افتحها اساسا، لان بتبقى بصوا شمس ودرجه حراره عاليه قوي. والشمس بقى بتبقى من الظهر كده، من الساعه 11 كده، 11 ونص، بتبقى فيها الشمس. فانا اكيد يعني مش بطلع فيها خالص، لان الجو بيبقى حر خالص. وتحسوا كده ان هي يعني طول النهار الشمس بتخبط فيها، حتى اللون بتاع الحيط عندي غير من كتر ما الشمس طول النهار بتخبط في المكان ده. والبيبان كمان بتاعت البلكونات حسيت ان هي الدهان بتاعها يعني ابتدى ينزل كده حتت منه، تقشر كده. عايزه ادهن البيبان والله خالص، لان حتى في باب انا ما بفتحوش خالص، اللي هو باب اوضه النوم. ما بفتحش الباب ده خالص. انا عايزه اقول لكم بقالي بتاع شهرين كده انا ما فتحتش الباب ده خالص، لان حتى كرسي بقى وقافله اصلا الاوضه من جوه. يعني انا قافله الباب اصلا بكرسي كده، حاطه كرسي وقافله الباب، ما بنفتحوش، لان زي ما قلت لكم الجو حر. ما فيش غير الصاله بس هي اللي فيها البلكونه، فيعني بنفتح شويه المغرب كده، وعلى الساعه 12 او 11 بالليل بقوم قافله البلكونه بقى. فما بسيبهاش يعني مفتوحه دايما. وطبعا الصبح بفتحها شويه برضو، بيبقى الجو حلو الصبح وبس كده. بس في الغالب ما بطلعش في البلكونه خالص، يعني نادرا يعني لما بطلع في البلكونه دي، علشان زي ما قلت لكم الجو حر. فهي طبعا عايزه تتكنس وعايزه تتمسح. وال اللهم صل على النبي، السقف عايز يتزعف. بصوا هي عايزه شويه نظافه يعني. فان شاء الله باذن الله هعملها، وهعملها معاكم ان شاء الله. بس هنا كنت خلاص خلصت المواعين اهو. كنت بغسل الحوض. جايبه الفرش دي جميله قوي، جميله جميله يعني. بتنضف اللي هو من عند الوزره كده، من عند الوزره كده اللي هي عند الحوض دي. بتنضف بقى، انتي مهما تغسلي اصلا الحته دي ما بتنضفش، الا بقى لو بسلكه بلدي بتنضف. لكن بالليفه اللي معايا دي لا، او الاسبونشه دي لا. فانا بنضف الخط ده او السيف اللي هو فيه اسمنت ده، اللي هو عند الوزره دي، بعملها بالفرشه دي جميله قوي. وبنضف طبعا المصفى بتاع الحوض بالفرشه برضو. بس هنا بقى الحاجات اللي انا كنت هعملها، كنت طبعا الحاجات دي انا مفرزاها. كنت مفرزه كل ده، كنت مفرزه الكرنب، كنت ورق العنب والصلصه. واللهم صل على النبي، الخضره بتاعه المحشي
كل ده انا جايباه من الفريزر. على فكره انا اصلا عايزه اروح اتسوق واجيب شويه حاجات يعني للتلاجة، لان التلاجة عندي فاضيه خالص، فهروح اتسوق ان شاء الله واجيب شويه حاجات. فكل الاكل ده انا عاملاه من الفريزر عندي، شايفين؟ ما فيش بس غير الملوخيه بصراحه، يعني كنت جايباها من قدام البيت كمان، كانت طالعين شويه ملوخيه كده فجبته. بس كده. ده الفيديو بتاعي بقى، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. وادي الغدا بتاعنا اهو زي ما قلت لكم، غدا جميل ويفتح النفس. كده الفيديو خلص، اشوفكم على الف خير، سلام عليكم.